على طول تدخل من اللاعب عبد الله شحات، يدخل بقوه حسام غالي، تمريره بينيه في منتهى الخطوره. ادي امامنا طلعت وجول محمد طلعت وجول للنادي الاهلي وسط غفله دفاعيه. محمد طلعت يعلن عن نفسه بقوه في هذه اللحظات ويسجل هدف النادي الاهلي وسط ضغط اهلاوي ووسط غفله دفاعيه، وليس هناك عمق دفاعي في هذه اللقطه. نزول محمد ناجي جده يفتح الابواب المغلقه ويعطي النادي الاهلي تفوق مستحق في الشوط الثاني في الدقيقه 58 عن طريق محمد طلعت. ادي امامنا محمد طلعت في هذه اللحظات وفي هذه اللقطه، لاعب اللي اكد الحقيقه يعني جدارته بهذا المكان. شوف حضراتكم الكوره، شوف السرعه، شوف الكثافه الهجوميه اللي ما كانتش موجوده، يهرب من الرقابه، يهرب امامنا، لكن هي بدات امامنا من وائل جمعه يلعبها امامنا. صراع كبير بين معتصم سالم الذي كان على اعتاب وابواب النادي الاهلي، ولكن امامنا الكره تصل الى لاعب يملك موهبه هو اللاعب محمد طلعت في هذه اللقطه ليعلن عن تفوق الاهلي في الدقيقه 58 الدقيقه 13 من الشوط الثاني. هدف تفوق اهلاوي عن طريق محمد طلعت. بداها وائل جمعه بتمريره طوليه يعني من التمريرات الصعبه تحقيق التعادل. احمد سمير فرج يلعب على القائم الاول، يلعبها حلوه وجول التعادل. لسه بقول لحضراتكم الاسماعيلي يبحث عن التعادل وبالتخصص محمد محسن ابو جريشه بيسجل في هذه اللحظات هدف التعادل للنادي الاسماعيلي في ركله ركنيه لعبت من احمد سمير فرج واتلعبت راسيه للخلف لمحمد محسن ابو جريشه اللي ينجح في احراز التعادل في الدقيقه 80 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي يستغل الارتباك اللي حدث في النادي الاهلي. بقول لحضراتكم نتيجه التبديلات الاضطراريه وظروف عكسيه مع النادي الاهلي، اتلعبت حلوه قوي على القائم الاول يلمسها نادي الاسماعيلي تصل الى اللاعب محمد محسن ابو جريشه. ادي امامنا الكره الراسيه اتقلبت حلوه قوي الحقيقه للخلف، وادي محمد محسن ابو جريشه يعلن عن نفسه. ادي احمد سمير فرج، وادي امامنا كره راسيه محمد حمص يلعبها حلوه قوي. وشوف حضراتكم بقى اتنين رايحين على الكوره، محمد محسن ابو جريشه ومعتصم سالم، ومحمد محسن ابو جريشه يرد على كل من تحدث عنه قبل اللقاء انه لا يمتلك التركيز، لا يملك القدره على التهديف، عشان كده فضل عليه مارك فوتا اللاعب جودوين. وادي امامنا بقى اجاده من محمد محسن ابو جريشه لمس الكره باليد، وبالتالي انذار مستحق وانذار كان لابوتريكا لمس الكره باليد، لكن كان في تدخل من جانب معتصم سالم ويعني دار عليها همسات كثيره في المدرجات. وادي فرصه وجول، فرصه وجول. وائل جمعه في هذه اللحظات هو منقذ النادي الاهلي، هو هداف في هذه اللحظه ويعلن عن هدف الثلاث نقاط، هدف الفوز للنادي الاهلي. وائل جمعه امامنا في هذه اللحظات سجل في نهائي 2008 امام القطن الكاميروني، هنا باجاده كبيره من وائل جمعه الذي يتحلى في هذه اللحظات بقى بصفات المهاجمين، بمهاره، بعقلانيه، باجاده كبيره، ملعوبه حلوه الكره الماضيه. ادي امامنا تدخل من احمد حسن ومطالبه هنا في هذه اللقطه من لاعب الاسماعيلي بدفع من احمد حسن، لكن تذهب الى وائل جمعه اللي يعني يسجل في هذه اللحظات. ادي امامنا الاعاده، وادي التدخل قوي من احمد حسن، ولكن وائل جمعه يستغل في هذه اللقطه وفي هذه اللحظه المهاره والضربه راسيه قاتله، ضربه راسيه قاتله من وائل جمعه في هذه اللحظه الذي يعلن عن نفسه ويعلن عن 3 نقاط وفوز غالي وفوز هام جدا للنادي الاهلي في وقت كان الجميع ينتظر انتهاء اللقاء بالتعادل وحصول الاسماعيلي على نقطه هنا في استاد القاهره، ولكن وائل